السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد محمود من قناة كود جيم. النهارده هنتكلم عن أداتين مهمين جدا بالنسبة للمبرمج، وهما اللي بيستخدمهم باستمرار وعلى مدار رحلة البرمجة، وهما التيرمينال والاي دي. بس قبل ما نتكلم عن التيرمينال والاي دي عايزين نعرف كده كام مصطلح الأول أو كام حاجة عشان نفهم الأدوات دي بتشتغل ازاي. أول حاجة هنتكلم عنها وهو الشيل. كلمة شيل دي في الإنجليزية أصلا معناها قشرة أو غلاف. في أنظمة التشغيل أو الأوبريتنج سيستمز، الشيل هي القشرة اللي بتغطي النواة أو الكيرنل وبتخلّيك تتعامل معاها. طب إيه هي النواة أو إيه هي الكيرنل؟ الكيرنل هو الجزء الأساسي أو المُخ بالنسبة للoperating system. كل operating system ليه كيرنل أو ليه نواة. النواة بكل بساطة هي اللي بتنظّم كل حاجة في جهاز الكمبيوتر بتاعك، من الhardware للsoftware والتواصل بينهم. فبالتالي هي اللي بتتحكم في الأوامر اللي رايحة للCPU، الhard disk، الmemory. كل الحاجات اللي موجودة في الجهاز بتاعك من hardware software هي مسؤولة عن تنظيمها بشكل كامل. فبالتالي الكيرنل أو النواة هي المتحكم الرئيسي في الأوبريتنج سيستم. فالشيل هو الغلاف اللي موجود حوالين النواة دي، وهو المسؤول عن إنه يوصل الأوامر اللي أنت بتديها له للكيرنل فقط لا غير، بس بشكل واضح ومباشر وسهل. دي وظيفة الشيل بشكل عام. نقدر نفهم إن الشيل هو اللي بينظم الأوامر اللي بياخدها من اليوزر وبيوصّلها بشكل سهل للكيرنل أو النواة، بدون الحاجة إنك تتعامل مع النواة بشكل مباشر. خلّينا بقى نقول حاجة كده. أول shell تم استخدامه كان اسمه Barney shell، وظهر في فترة السبعينات. بعد كده بقى تم إنشاء نسخ كتيرة منه زي الC shell والCorn shell وحاجة اسمها الBash اللي بنستخدمه لحد دلوقتي. وهنا الshell أصلًا بينقسم لنوعين: command line shells، graphical shells. الcommand line shell ده زي الCMD اللي موجود في الWindows، زي الBash أو الZ shell الموجودة في الLinux. في حاجة تانية برضه اسمها الgraphical shell، والgraphical shell ده زي الWindows Explorer في الWindows أو الKonami shell في الLinux. دي برضه تعتبر shell لأنها بتخلّيك تتواصل مع الoperating system لكن بشكل رسوم. التعامل العادي للusers اللي بيستخدموا الكمبيوتر ومش هيستخدموا الCMD أو الterminal، فده للمستخدمين العامة عشان يسهّل عليهم استخدام أجهزة الكمبيوتر. طب هنا بقى نرجع لحاجة مهمة أوي، وهو إيه علاقة ده باللي إحنا بنقوله؟ باختصار كده، كل ده عشان نوصل لنقطة الterminal. الترمينال مش شيل، هو مجرد واجهة emulator. دوره يعرض لك شاشة تكتب فيها الأوامر اللي أنت عايزها، ويشغل جواها أي شيل أنت تختاره، زي الباش والزيت شيل اللي في اللينكس، أو الباور شيل والسي ام دي اللي هو الكوماند لاين في الويندوز. أمثلة عن الترمينال: في حاجة جديدة ظهرت اسمها ويندوز تيرمينال، ممكن تختار منه تاب تحط فيه سي ام دي، أو تاب تستخدم من خلاله باور شيل، وتاب تانية تشغل فيه الباش لو أنت مثبت حاجة اسمها الWSL. طبعا خلينا بقى نحط الترمينال كده على بعضه على جنب دلوقتي، ونتكلم عن حاجة اسمها ال IDE. ال IDE هو اختصار ل Integrated Development Environment، أو بالعربي بيئة التطوير المتكاملة. وهو برنامج بيوفر أدوات البرمجة كلها في مكان واحد، سواء الكود إديتور عشان تكتب فيه كود، أو الديباجر عشان يصحح الكود ويبين الأخطاء، وكمان الحاجة اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي وهي الترمينال. طب ليه الترمينال مهم جوه ال IDE؟ الترمينال هو الcommand line اللي بيفتح جوه ال IDE، وده ليه كذا فايدة. أول حاجة إنك تشغّل الأوامر بسرعة من خلال الproject بدل ما تفتح الCMD من الخارج أو الbash. هتقدر تشغّله من جوّه الIDE مباشرةً وعلى الpath بتاع الproject بتاعك بدل ما تقعد تدوّر عليه برّه. هتفهم النقطة دي أوي لمّا تبتدي تكتب الكود، يعني إيه بيدوّر على موقع الproject بتاعك. لو أنت بتستخدم الCMD هتضطر إن أنت تروح تجيب الpath الخاص بالproject وتدخّله عندك في الlocal CMD، فبالتالي ممكن تغلط، تحُط في مكان غلط، وتضيّع وقت إن أنت تحُط ملفات في مكان غلط. وخلّي بالك برضه إن قبل الIDE كانوا بيستخدموا حاجة اسمها الtext editor. أنواع الtext editor كانت مختلفة أياميها، بس كانت فكرة الtext editor إن هم كانوا بيكتبوا الكود الخاص بيهم في الtext editor ده، يعني ملف text أو ملف notepad، وبيقوموا داخلين على الcommand line أو الterminal ويعملوا run للفايلات بتاعة الفايلات اللي عملوها بالtext editor دي. بالتالي دي الطريقة اللي كانوا بيرنّوا بيها الكود قبل IDE. ما كانش في ألوان طبعًا على الcodes عشان توضّح لك يعني الفروقات بين الvariable واسم الvariable والdata type والكلام ده كلّه. ما كانش في مساعدة compilation، لأ أنت كنت كل اللي أنت تعمله أنت بتحمّل الcompiler على الجهاز، تستخدم الtext files المختلفة وتحوّلها للextension الخاصة لغة البرمجة اللي أنت بتستخدمها، وبعد كده تستخدم الcommand line أو الterminal عشان تتحكم في الrun والdebugging وهكذا وهكذا. عشان كده كان الterminal مهم جدًا، جدًا، والIDE دلوقتي بقى بيوفّر لك وقت كبير جدًا عشان ترن الكود وتبرمج أحسن. بملخص الفيديو ده هنجاوب على السؤالين كده بسرعة.
أول حاجة إيه هو الterminal؟ هو من الآخر كده emulator بيحتوي على أنواع مختلفة من الshells بتستخدمها عشان تدّي أوامر للoperating system وتساعدك في برمجة الproject بتاعتك وتنظّم لك الدنيا أحسن في الproject. إيه فايدة الIDE وبنستخدمها في إيه؟ الIDE مهمة جدًا لكل مبرمج عشان هي اللي أنت بتبني بيها الprojects أو لو هتبني مواقع بقى تكتب كود، تعمل applications، الIDE هي اللي بتساعدك في الموضوع ده من خلال عمليات الdebugging والcompilation وعمليات الtesting المختلفة اللي أنت هتشوفها والfeatures الكتيرة اللي كل IDE بيتميز بيها. فده بالملخص المفيد اللي لازم تعرفه حاليًا عن الموضوع ده. أنا اتكلمت في شوية تفاصيل يعني ممكن يكون لسه بدري عليها، بس خلّي بالك إن المصطلحات اللي إحنا قُلناها في الفيديو ده مصطلحات مهمة جدًا، حُطّها في دماغك لمّا تبدأ تتعلم برمجة. أول ما تبتدي تتعلم أول لغة برمجة إنك تربط اللي أنا باقوله ده مع اللي هيحصل، ما تتسرعش، الدنيا كلها هتيجي واحدة واحدة. وطبعًا أنا عايزك تسيرش عن كل كلمة أنا قُلتها النهارده، لإن هدف السلسلة دي إن أنا أدّيك المعلومات اللي أنت محتاجها، وبالتالي أنت تروح تسيرش وتعرف أكتر. لإن أنا مش هادّيك المعلومة كاملة أوي، لإن عشان أدّيك المعلومات دي كاملة بتفاصيل كتيرة محتاجين وقت كبير جدًا، فخلّي ده لوقت تاني وهتخلّي دي حاجات أهم. فدوّر واعرف عشان تعرف إزاي تبحث وإزاي تستكشف إن المهارات دي هتساعدك بعدين. شكرًا على متابعتنا، أرجو إن أنتم تكونوا استفدتوا من الحلقة دي أكبر استفادة ممكنة. تابعونا على اليوتيوب واعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك اعملوا شير ولايك. معاكم محمد محمود من قناة كود جيم.